تخيل معايا ان في شاب. الشاب ده عنده مشاكل في حياته، ضغوطات نفسية وشخصية. وصل لمرحلة مش قادر يستحمل الضغوطات ديت. جه في مرة ما قدرش يتحمل الضغوطات وكلم صاحبه، وصاحبه قال له ان هو عنده الحل ليه، وكل مرة بيبقى مخنوق بيرجع للحل ده، لحد ما في مرة معرفش يكمل يومه من غيرها. انا عصب، والنهاردة هكلمكم عن المخدرات. افترض ان في شخص عنده حساسية، بيضطر يستخدم دواء بيعتمد عليه كل يوم. لو جه في يوم ملقاش الدواء بتاعه هيحس بألم شديد قوي، بس لو هو عايز يوقفه هو عنده القدرة النفسية ان هو يوقفه، مفيش حاجة بتضغط عليه. من الناحية التانية لو في واحد مدمن على مادة وجه في يوم ملقاش المادة دي، برضه هيحس بألم شديد في جسمه، بس لو هو عايز يوقفها مش هيعرف، في ضغط نفسي يمنعه، وده بسبب تأثير المواد على المخ. المادة أثرت على نظام المكافأة في المخ وخلته معتمد عليها. وزي ما انت عارف، لما بتسمع كلمة إدمان أول حاجة هتيجي في بالك المخدرات. وفي عامل تاني الإدمان هو المخ، وعشان أبقى واضح أكتر، الأعصاب. الأعصاب انت ممكن تقول عليها هي اللي بتحرك المخ. عندك منها أنواع للتفكير والإحساس والحركة، ودورها الأساسي بشكل عام هو نقل المعلومات. مثلا من المخ للجسم عشان تتحرك وتفرز مواد في جسمك، أو من الجسم للمخ عشان نعرف ندرك باللي بيحصل حوالينا واللي بيحصل جوانا، أو من المخ للمخ وده عشان تفكر. كلهم بيشتغلوا بنفس الطريقة على حسب الأبحاث في علم الأعصاب. حاجة اسمها الأكشن بوتنشال بتبتدي لما الأعصاب توصل لها مثير، إذا كان مادة أو لمس أو ممكن حاجات تانية، ويبتدي يتنقل جواها إشارات كهربائية لغاية ما الإشارة توصل لآخر العصب. هنا بيطلع من الخلايا العصبية كيس فيه مواد معينة. المواد دي بتأثر على الخلايا اللي بعديها. المواد دي بتختلف حسب العصب والإشارة اللي بتتنقل. المواد دي هدفها نقل الإشارات ما بين الخلايا العصبية، وعشان كده سميناها النواقل العصبية، ما بين قوسين النيورو ترانسميترز. النواقل العصبية كتير، ممكن تعدي 100 مادة، واللي أشهرهم السيروتونين والدوبامين اللي بيأثروا على السعادة. والدوبامين بالذات بيخش في نظام مكافأة المخ، وعشان كده يهمنا. الدوبامين بيشتغل زي النواقل العصبية، بيتنقل من خلية لخلية تانية علشان الإشارة تتنقل لها. الدوبامين أول ما يوصل للخلية التانية بيروح لمكان اسمه مستقبل ريسبتور. أول ما يوصل ويركب الإشارة تبتدي في الخلية التانية، وقتها الدوبامين بيفك من الريسبتور وبيرجع للخلية الأصلية علشان الإشارة تتنقل مرة واحدة. نرجع لعصب الموضوع، إيه علاقة ده بالمخدرات؟ لو حد استعمل مخدر بيروح من الدم للمخ، وفي طريقتين للشغل. أول طريقة إنه ياخد دور النواقل العصبية، فوقتها يركب مكانه في الريسبتورز وينقل إشارات كتيرة حسب الكمية اللي دخلت. تاني طريقة إنه يمنع إن الناقل العصبي يرجع للخلية الأصلية، فوقتها يفضل رايح جاي ما بين الخليتين والإشارات تتكرر. معظم المخدرات بيشتغلوا بالطريقتين دول، وبيستهدفوا بالذات مادة الدوبامين، وده اللي بيخليك تحس بفرحة كبيرة صعب توصلها في الطبيعي. بس برضه اللي بيخلي المخدر مدمن، المخدرات ليها آثار جانبية على الخلية العصبية. أول حاجة إن الخلية توقف إنتاج النواقل العصبية عشان لقيت إن في مصدر خارجي ليها. تاني نتيجة، مع استخدام المخدر الخلية بتخسر المستقبلات، فبتحتاج لزيادة عشان توصل للمستوى الطبيعي من السعادة، عشان كده بتدخل في حالة من الاكتئاب. فالمخ بيخليك تدمن المادة عشان تحس بالسعادة، ومع الوقت آثارها بتزيد فصعب تبطلها. والأخطر نظام مكافأة المخ. نظام المكافأة اللي بيخلي المخ يحسسك بالسعادة نتيجة تصرفات معينة. لما تبقى جعان لفترة طويلة وترجع تاكل، ساعتها مخك بيكافئك وتحس بالسعادة، وده اللي علمك وانت صغير ان حل احساس الجوع هو الاكل. نظام المكافأة علمك المعلومة دي. نفس الحكاية في المخدرات، لما تبقى متضايق وتستخدم المخدر فوقتها تحس بالسعادة. نظام المكافأة يلقط الموضوع دوت ويعلمهولك، ومن هنا تدمن المادة. وزي ما في المخ مستقبلات للمادة، الجسم برضه عنده مستقبلات، فطبيعي الجسم هيتأثر زي ما المخ بيتأثر على حسب المادة، فممكن يؤدي لمشاكل في القلب، سكتة في المخ، أو مشاكل في الجهاز المناعي. العالم بقاله سنين بيحاول يحارب المخدرات بإنه يقول مخاطرها، بس برضه ما يمنعش إن هما جه عليهم أوقات طلعوا عليها إشاعات قالوا على الماريجوانا إنها بتقتل، لكن بالعكس دي مسموحة في بعض الدول وبيستخدموها كدواء، وده مش معناه ان هي امنه، بس برضه بالاستعمال الغلط ممكن تؤدي لمشاكل صحيه. من الناحيه القانونيه الحشيش كان بيتزرع لسنين وكان قانوني، والماريجوانا اصبحت غير قانونيه بعد ما في اشاعه قالت انها بتؤدي للجنون وبتزود الجريمه وبتؤدي للوفاه، والاشاعه دي ابتدت في امريكا. الاشاعه دي انتشرت وفي 1937 اصبحت غير قانونيه، واللي ضحك اكتر
ان الكونجرس كانوا عارفين ان الاشاعات دي غلط، والعلماء اثبتوا ان مفيش علاقه بين الجنون والعنف والماريجوانا، وكان في فكره طلعت ان هم يرجعوها تاني قانونيا. لكن نيكسون رئيس امريكا وقتها رفض، والمستشار السياسي لنيكسون في 1994 قال كنا عارفين انه مش هنعرف نخلي كونك ضد الحرب او اسود غير قانوني، بس باننا نخلي العامه يربطوا بين السلمين بالماريجوانا، السود بالهيروين، وبعد كده تجرم الاتنين جامد، ممكن وقتها تعطل مجتمعاتهم، ممكن تقبض على قياداتهم، تهجم على بيوتهم، تفض اجتماعاتهم، وتشوه سمعتهم كل يوم على الاخبار. هل كنا عارفين اننا بنكذب عن المخدرات؟ طبعا كنا عارفين. عمري ما كان المشكله في المخدر. المخدرات في الاصل كان هدفها ان هي تبقى دواء، ومع استخدام الناس ليها اكتشفوا ان ضررها اكتر من نفعها بسبب الناس. عمري ما كان المشكله في الماده. الماريجوانا في الوقت الحالي رجعوا يستخدموها باستشاره من الدكتور لامراض زي الكانسر والزهايمر. المشكله في الانسان اللي مش واعي هو بيستخدمها ليه وازاي. ما تنساش تقول لنا رايك في الكومنتات او لو عندك سؤال.